البكتيريا بدائية النوع مخلوقات حية تعيش في جميع البيئات. الربط مع الحياة: ترى ما الذي يجمع بين اللبن والجبن والتهاب الحنجرة؟ تشترك بعض الأغذية وبعض الأمراض، فإن كل منها ينتج عن مخلوقات مجهرية تسمى بكتيريا. تنوع بدائية النوع: تعد البدائية النوع وحيدة الخلية أكثر المخلوقات عددا على الأرض، حيث توجد في أعماق المحيطات وفي الهواء في أعالي الجبال. وبعض البدائيات النواة تعد مخلوقات الحية الوحيدة القادرة على العيش في البيئات القاسية، ومنها مياه الينابيع الكبريتية الحارة أو البحيرات المالحة. الشكل 1 و3: البدائيات مخلوقات وحيدة الخلية. الصورة الوسطى تمثل أحد أنواع البكتيريا، وتبين الصورة اليسرى البدائيات. أما الصورة اليمنى فتبين البكتيريا الخضراء المزرقة، وهي بكتيريا تقوم بعملية البناء الضوئي. البدائيات: توجد البدائيات في البيئات القاسية التي لا تعيش فيها المخلوقات الحية الأخرى. البكتيريا: توجد البكتيريا في كل مكان تقريبا إلا في البيئات القاسية، حيث توجد البكتيريا في البدائيات. وللبكتيريا جدار خلوي قوية في بيتو جلايكان، ولبعضها جدار خلوي ثان. الفروق بين البكتيريا والبدائيات: هناك اختلاف بين البكتيريا والبدائيات أدت إلى تصنيفهما إلى فوق مملكتين، كما أنهما مختلفان عن الخلايا الحقيقية النوع. ومن هذه الاختلافات ما يأتي: يحتوي جدار الخلية البكتيرية على بيبيتو جلايكان، في حين لا تحتوي البدائيات على ذلك، كما أن الدهون في الأغشية البلازمية والبروتينات الرابوسومية وحمض RNA مختلفة. فالبروتينات الرابوسومية في البدائيات شبيهة بتلك الموجودة في الخلايا حقيقية النواة. تركيب بدائية النواة: المخلوقات بدائية النواة مخلوقات مجهرية وحيدة الخلية، لها بعض خصائص الخلايا الأخرى. الكروموسومات: تترتب الكروموسومات في المخلوقات البدائية النواة بشكل مختلف عما في المخلوقات الحقيقية النواة. وتقع جينات البدائية الكروموسوم حلقي كبير في منطقة من الخلية تسمى نظير النواة. وللعديد من البدائيات النواة قطعة صغيرة من DNA على الأقل تسمى البلازميد، ولها ترتيب حلقي أيضا. المحفظة: بعض الخلايا البدائية النواة تفرز طبقة من السكريات المتعددة حول الجدار الخلوي مشكلة محفظة، وتؤدي المحفظة وظائف مهمة، منها حماية الخلية من الجفاف ومساعدتها على الالتصاق بالسقوط في بيئتها. الجدار الخلوي: يمكن للعلماء أن يصنفوا البكتيريا طبقا لمكونات جدارها الخلوي، فجميع خلايا البكتيريا لها بيبيتو جلايكان في جدارها الخلوي. الشكل 4 و3: هناك 3 أشكال للبكتيريا البدائية النواة: الكروية والعصوية الحلزونية اللولبية. الشكل 5 و3: مقارنة حجمية بين كيف أن خلية بطانة الخد أكبر من البكتيريا الموجودة في فم الإنسان.